اهلا وسهلا. ما في جزئيه في الحرم الا بتتنظف، اي مكان تتخيلوه. في 1800 عامل نظافه، 40 سياره كهربائيه، 60 آلة لتنظيف الساحات، 2000 حاوية في داخل وخارج الحرم. الأرضيات بتتنظف، الأبواب، الأعمدة، المنارات، الأسقف، كل مكان بيتنظف. وفي مكان مرة مهم أنه يتنظف كمان، وهو السجاد في الحرم. مع التوسعة الجديدة في 40,000 سجادة، لو انفردوا كده ورا بعض أطول من المسافة بين مكة وجدة. كيف يتم تنظيف هذا السجاد والعناية به؟ مرحلة إزالة الغبار والنبش. تعرف لما الواحد ينفض كده السجادة، هذا نفط ولكن نفط آلي. مرحلة الغسيل، يتم غسل السجاد بالموية وبعدين بالصابون، وبعد الصابون يتم غسله مرة أخرى بالماء. مرحلة التجفيف، ماكينة مخصوصة لتجفيف السجاد. طلع لين آخر نقطة، يعني كده خلصت. طبعا هذا التجفيف الأولي لما يفتح. ايوه هي كده، في زر لازم ينضغط، ما علينا. فهذا التجفيف الاولي. المرحله الخامسه مرحله النشر، يتم نشر السجاد في الهواء الطلق علشان ينشف بالكامل ويذهب للمستودعات. وقبل عمليه التخزين يتم عمليه كنس علشان لو في غبار في نمش باقي يخلصوا عليه. بعدين مرحله التخزين، هذا المستودع يسع 15,000 سجاده تغلف جاهزه للذهاب للحرم عند الحاجه. بعد تنظيف السجاد في عملية التعطير، يتم تعطير كل سجاد الحرم بماء الورد، وهذه عملية تتم بشكل يومي. في ربط واضح جدا وثيق بين الرائحة والخشوع. يعني أنت لما تيجي تسجد وتشم رائحة ماء الورد في السجاد، هذا الربط يساعد في موضوع الروحانية. الله يكرمكم، حتى يعني موجود أحيانا بعض المساجد الغير معتنى فيها. كلنا بنعرف لما الواحد يسجد وفي ريحة يعني شيء مخمج أو ريحة شراب أو صح؟ هل هذه بتساعد على الخشوع وانت في نص السجود وقاعد تشم روائح؟ لا. وهذه واحدة من الأهداف الرئيسية لكل شيء بيصير في الحرم، أنه يساعدوا الزائر أنه يصل إلى الهدف اللي هو جاي له. حتى الهواء، مو بس السجاد، حتى الهواء يعطر بالبخور، الكسوة تعطر، حجر الأسود يعطر، كل مكان يعطر. واحدة من أهم الخدمات اللي تقدم في الحرم موضوع الحمامات لخدمة كل هذه الأفواج الضخمة. يعني تخيلوا في الحرم مع التوسعة في 13,000 حمام تنظف 4 مرات في اليوم، وأغلب هذه الحمامات تحت الأرض. كل الحمامات مجهزة بمراوح، بعلامات في المخارج الطوارئ، بالناموسية. والآن أضافوا الجهاز ده، إيش بيسوي؟ بيضخ مادة عبارة عن بكتيريا نافعة تتغذى على البكتيريا الضارة المسببة للروائح الكريهة، فتطلع ريحة عطرة